محمية كاغالاغادي. محمية كاغالاغادي هي محمية كبيرة لحفظ الحياة البرية في جنوب إفريقيا. تقع الحديقة على الحدود بين جنوب إفريقيا وبوتسوانا، وتضم متنزهين محليين متجاورين. وتبلغ المساحة الإجمالية للحديقة 38 ألف كيلومتر مربع. ما يقارب 3/4 الحديقة يقع في بوتسوانا، وربع في جنوب إفريقيا. وتقع الحديقة إلى حد كبير داخل صحاري كالهاري الجنوبية. تتكون التضاريس من كثبان رملية حمراء ونباتات متفرقة وأشجار عرضية ومجرى نهر جاف في نهري نوسوب وأوب. يقال إن الأنهار تتدفق مرة واحدة فقط كل قرن، ومع ذلك تتدفق المياه تحت الأرض وتوفر الحياة لأشجار العشب التي تنمو في قيعان النهر. قد تتدفق الأنهار لفترة وجيزة بعد العواصف الرعدية الكبيرة. في الحديقة الحياة البرية وفيرة ومتنوعة، فهي موطن للحيوانات المفترسة الكبيرة للثدييات كالأسود والفهود والنمور الإفريقية والضباع. كما تعيش قطعان مهاجرة من الحيوانات العاشبة الكبيرة كالحيوانات البرية الزرقاء، مما يوفر القوت للحيوانات المفترسة. يمكن العثور على أكثر من 200 نوع من الطيور في الحديقة، بما في ذلك النسور والطيور الآمنة.